بما انه صار موسم تخليل الزيتون، هنا قررت راح اسوي زيتون. قبل 10 ايام جبت الزيتون وغسلته كل زين وفتحته بهاي الطريقة. تقدرون بالسكين، تقدرون هيجي تدقوها باي قلاص او اي عادة شوية ثقيلة، وراح يصير بهذا الشكل. نقعته بالملح 10 ايام، وكل يوم مرتين ابدل المي مالته حتى اتخلص من المرارة اللي بالزيتون. بعد ال10 ايام مي وملح، وخليته يومين بيه، وبعدين فرغته، وبعدين مرة ثانية مي وملح خليته يومين. وهسه بعد اليومين قررت راح اخلي له هاي المطيبات. هنا عندي 3 جزرايات و3 ليمون، وعندي زعتر البري، وهنا عندي الخليط اللي سويته راح اخلل بيه الزيتون. عندي 7 قلاصات من المي، وخليت لهم 6 ملاعق ملح بدون يود حتى لا يخرب عندنا الزيتون، وخليت لهم نص قلاص من زيت الزيتون ونص قلاص من الليمون الحامض. هسه راح اخلي هاي المكونات كلها اللي المطيبات راح اسميها الآن، حبيتها اسويها بهاي الطريقة. تقدرون انتو تخلوا لها شطة حارة، تقدرون تخلوا لها اللي تحبوا، إذا ما تريدون تخلوا لها بس ليمون وزيت الزيتون وملح وخلاص على هيجي. بس أنا حبيت يعني لين أنا هيجي أشتري من برا، فحبيت أسوي بنفس الطريقة. هنا خليت لهم زيت الزيتون والزعتر، وراح اخلي الزيتون واخلطهم كل زين. وبعدين عندي الشيشة راح اكبس بيها الزيتون، غسلتها كل زين وعقمتها. اكيد تشوفون المنظر هو اللي يحكي يخبل يخبل. جربوا بهاي الطريقة. شوفوا هسه جبت الشيشة مالتي راح اكبس بيها، وراح اخلي كمية من الزيتون الخلطة اللي سويتها اكيد المطيبات. راح اخلي شرائح الليمون، مهمة كلش مهم الليمون ويا الزيتون كلش، يعني يتخلص من المرارة. وما ظل بيه مرارة، بس يعني هيجي ينطي طعم كلش طيب مثل اللي نشتري من برا. هنا خليت شرائح الليمون والزيتون مثل ما تشوفون، وراح أكمل كل الكمية. يعني كل ما أخلي طبقة من الزيتون راح أخلي عليه شرايح ليمون، وبالأخير هم أخلي فوق حتى اللي يصير عندي تتكون هاي العفن أو المادة اللي يقولوا لها يعني مثل البيضة. راح أتخلص من عندها بقطعة ليمون أخليها من فوق حتى هنا ينتهي عندي الموضوع، ويصير الزيتون مالي بيرفكت، ونقدر ناكله بعد 3 أيام من هاي الطريقة. يعني كل المعدل اللي سويته الزيتون بيه 20 يوم، يعني أقوى وصفة ب20 يوم تقدرون تاكلون الزيتون جاهز بدون مرورة، وطعمه كلش طيب. هاي قطعة الليمون الفوق كلش مهمة. وهسه راح أخلي الخليط اللي سويته بالبداية، الملح وزيت الزيتون والليمون والمي، راح أخليهم وأغطيها كل زين. وبعد 3 أيام إن شاء الله راح ناكل من عندها وبالعافية، وجربوها وخلوا لي المتابعة.